هنا الإسكندرية. يا قلبي روح لمكة وشوقك سابق العين، ده المصري هو اللي عمر ووسع الحرمين. أحمد باشا حمزة وزيرنا مصري أصيل، نور مقام النبي ومسجد نبينا الأمين. جت مصر عملت تكية وكمان عملت سبيل، وبعتت للكعبة كسوة هدية المصريين. وسمعنا صوت الست بتقول بلحن جميل، القلب يعشق لبيرم بيهز فينا حنين. وثلاثية صالح بتوصف لهفة العابدين. هاجر المصرية أم نبينا إسماعيل، عزمتها تعلم لحد يوم الدين. وفي كل ركن في مكة لمصر حق أصيل. أبو العرب ده حفيدنا وجد نبينا الزين. مصر في الليالي العشر. كلمات المقدمة إهداء الشاعر مدحت يوسف. مصر في الليالي العشر. الإعداد أماني أبو السعود. التقديم رامي محفوظ. أماني أبو السعود. ويحكي التاريخ حكايات من سيرة الأجداد. وحكايتنا النهاردة عن إيه؟ صاحب توسعة الحرمين، عبقري العمارة الإسلامية، المهندس المصري محمد كمال إسماعيل. لما بقينا في الحرم كل اللي من حاجة حرم قالها لربه كلمه وارتاح من الآه والألم. سيدنا النبي كان وسطنا طبطب علينا كلنا ومسح دموع المشتاقين، سمع الشكاوي مننا. ولد محمد كمال إسماعيل في سبتمبر من عام 1908 بميت غمر في محافظة الدقهلية. في يونيو عام 1927 حصل على دبلوم المدرسة الهندسية الملكية قسم العمارة. كان عدد أفراد الدفعة 7 طلاب فقط، وكان هو الأول عليهم كما كان أصغرهم سنا. المهندس محمد كمال إسماعيل صاحب تصميمات استثنائية، دار القضاء العالي، مصلحة التليفونات، ومجمع التحرير. استدعاه الملك فهد ابن عبد العزيز عام 1953 وكلفه بمهمة إعداد التصميمات الخاصة بمشروع توسعة الحرم النبوي الشريف والإشراف على عمليات التنفيذ. وكانت هذه أكبر عملية توسعة للحرم منذ قرون عديدة. وبعد 5 سنوات أسند إليه عملية أخرى، وهي توسعة الحرم المكي الشريف على مساحة 20,000 متر مربع على دورين وجزء من طابق الخدمات الموجود تحت الأرض. ثم كان مشروع توسعة البقيع. كان ذلك المشروع تمهيدا لحصوله على جائزة التفوق في العمارة والممنوحة من منظمة المؤتمر الإسلامي، وسلمها له الملك فهد شخصيا. ومن أبرز الجوائز التي حصل عليها الدكتور محمد كمال نيشان النيل عام 1942، وكان عمره آنذاك 32 عاما فقط، وذلك بعد إشرافه على بناء مسجدين بالإسكندرية. أعد مجلدين عن مساجد مصر التاريخية باللغتين العربية والإنجليزية، ومنحته نقابة المهندسين لقب أستاذ الأجيال. كرمته ألمانيا
بسبب خلق صناعة جديدة بها من خلال المظلات الكهربائية والتي عرفها العالم على يديه، حينما شوهدت لأول مرة وهي تزين ساحات الحرم، وكان عددها 21 مظلة لحماية المصلين. أمة علمها حب السماء، كيف تبني ثم تعلو بالبناء. زادت مساحة الحرم النبوي 7 أضعاف، والحرم المكي من 265 ألف متر إلى 315 ألف متر مربع، وهي التوسعات التي أشرف عليها بكل ما تضمنته من مشروعات التوسعة والمظلات والتكييفات والجراج الذي يسع 5000 سيارة تحت الأرض. كما أنه أول من وضع الرخام الأبيض لتغطية أرض الحرمين، والذي لا يتأثر بالبرودة ولا الحرارة، وبلغ إجمالي تكلفة الأعمال 18 مليار دولار. وصف الدكتور محمد كمال إسماعيل العمود الذي يحمل المظلة وقال إنه عبارة عن عمود من الحديد المفرغ من الداخل ومغطى بالرخام من الخارج. حينما تفتح المظلة الواحدة أوتوماتيكيا تغطي مساحة 24 مترا. وفي التوسعة الثانية للحرم المكي تم مراعاة تطوير العمارة الإسلامية وتصميم زخارف وتقسيمات الأسقف ووضع حلولا علمية لإمكانية تكييف الحيز الفراغي للتوسعة، والتي تبلغ 90 ألف متر مربع، والذي نفذ بقوة تصل إلى 154 ألف طن، وهو أعلى معدل لتكييف حيز فراغي في العالم. مكة وفيها جبال النور، طلع على البيت المعمور. مكة وفيها جبال النور، طلع على البيت المعمور. مكة وفيها جبال النور، طلع على البيت المعمور. رفض المهندس المصري الحصول على الملايين مقابل توسعة الحرمين قائلا: أنا أخذ مال على الحرمين الشريفين، كيف أواجه ربي؟ ويفضل جدار الزمان يحكي حكايات من سيرة الأجداد. مصر في الليالي العشر. الإعداد أماني أبو السعود، التقديم رامي محفوظ، أماني أبو السعود.